قناة لولو لايف ستايل. وحشتوني جدا، اتأخرت عليكم الفترة اللي فاتت، كان عندي دور برد فظيع وابني الصغير اتعدى مني، فكنا احنا الاتنين عيانين. فالحمد لله خفيت وبقيت احسن وجيت النهاردة عشان اعمل الفيديو ده كان فيه حد طلبه مني، بس انا في الحقيقة سوري، انا اسفة جدا، انا مش فاكرة الاسم ايه بصراحة. كان في حد طلب مني يعني ان احنا ابتدي في حملة بيتي جناتي دي او سلسلة بيتي جناتي، ان انا ابتدي اشتغل في المطبخ. ف بناء على رغبتها وطلبها، وبناء على حالة المطبخ السيئة اللي هو وصل لها في الفترة اللي انا كنت تعبانة فيها، وفي فترة تانية كنت عند مامتي، فقعدت فترة كبيرة شوية. آه، قررت ان انا اعمل الفيديو عن المطبخ، وهيكون طبعا على كذا فيديو هنزله لكم. هنبدأ فيه واحدة واحدة، هوريكم انا الخطوات اللي انا بعملها ايه، وكل حاجة هبوريها لكم ان شاء الله بالتفصيل، وربنا يا رب الفيديو يعجبكم واكون عند حسن ظنكم. ولو حد عايز فيديو لأي حاجة يسيب لي تحت في الكومنت تحت هو عايز فيديوهات عن ايه، ونعرف من كل الحاجات اللي فيها الحلال والحاجات اللي زي كده فضيتها كلها خالص. اهي كلها فاضية، ورشتها ده ريد ده بتاع الحشرات. رشتها بريد بتاع الحشرات عشان لو كانت في حاجة لا سمح الله موجودة جوه دخلت لي مثلا من اي حتة تموت. ولان انا كمان بخاف وعمري ما اقدر اموت صرصار هسيب له المطبخ واطلع اجري، فرشيته بالمبيد الحشري ده، وسبت شويه المطبخ مقفوله مع الظروف مقفوله يعني وكده، وقفلت المطبخ كويس وخرجت. ولو عندك بيبيهات تبعديهم خالص عن، يعني تحطيهم في اوضه بعيده عن الرش ده خالص، وتقفلي عليهم الباب عشان الريحه ما توصل لهمش. وانت كمان لما تيجي ترشي الحاجات اللي زي كده حاولي ان انت تلبسي كمامه، لان الحاجات دي غلط جدا 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 على الصدر، والحاجات دي فعلا بتبهدل الرئه بتاعت الواحد. والناس اللي عندها الحساسيه سواء جيوب انفيه او حساسيه عندهم حساسيه على الصدر وكده، يا ريت الحاجات دي فعلا يلبسوا كمامه. ولو انت عندك ربو شعبي ما ترشيهاش اصلا، حاولي تخلي حد يرشها لك. وممكن ما ترشيهاش خالص لو انت عندك التانية سيف وامان. انا عشان كنت سايبه البيت بقالي حوالي 3 اسابيع، فما حبيتش ما اعرفش إيه اللي ممكن يكون دخلي. وزي ما بقول لكم انا بخاف، اللي عندها شجاعه ما ترشش، لو حاجه طلعت لها ممكن تموتها. بس كده هغسل بقى الظروف دي كويس قوي، وانشفها كويس قوي بالميه. وهعمل ايه تاني فيها، وهحط فيها ثواني كده عجينة الصراصير. عجينة الصراصير دي طبعا بالنسبة لي انا امان، عشان ما تجيليش حاجة. عجينة الصراصير دي انا مش عارفة هي بكام بصراحة، انا مش فاكرة، بس هي تقريبا مش هتزيد عن 5 جنيه تقريبا، ممكن بس انا مش فاكرة. لان انا لما جبتها جبت كمية يعني، لاني ما بلاقيهاش بسهولة وبتبقى خلصانة، فانا بجيب كمية بتبقى موجودة عندي. هو ده شكل سوري النور جامد قوي، شكل الغطا بتاعها اهي. عجينة الصراصير القاتلة. اوكي، هي بصراحة تحفة، تقعدي سنين ما تشوفيش عندك صرصار، وما فيش صرصار يجيلك من بره. ونصيحة مني، تعمليها في المطبخ، تعمليها تحت السراير، تعمليها في البلكونات. بصوا كده يا بنات، مش عارفة كده الإضاءة كويسة ولا لأ. ممكن كده يعني تشوفوا احسن. بصوا انا كده خلصت المطبخ، نضفته من جوه وغسلت الحلال كويس قوي ونضفتها، ورصيت الحاجه زي ما انتوا شايفين. ادي هنا عجينه الصراصير بقى انا حطاها، بصوا في جوه اهي في الكورنر اهي، واهي حتى في الرخام اللي فوق ده برضه انا ملزقه فيه. وبرضه بصوا المفصلات دي مكان بتعيش فيه فعلا برضه الصراصير، واحنا ما بنبقاش عارفين، يعني انت بتلاقيها موجوده وانت ما تعرفيش ازاي ننضف البوتاجاز. استنوني الفيديو الجاي، ويا رب يكون الفيديو عجبكم، ومتنسوش تعملوا شير ولايك وسبسكرايب، واشوفكم الفيديو الجاي. سلام.